السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري، الفرش والعرايس بسواج أسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. أول ما ندخل من باب شقة عروستنا نقول اللهم بارك. هنا السفرة والنيش، وبعد كده دي الأنتريه. دي الترابيزة حطينا عليها البونبونيرة والشيالة وعلبة المناديل. دي الشاشة برضو، ترابيزة الشاشة حطينا عليها انتيكات. ده شكل الريسبشن. هنا باب اوضه النوم وباب اوضه الاطفال، هنرجع لهم. هنشوف الاول النيش. اللهم بارك. هنا اول حاجه من تحت حطينا ده طقم الصيني، نص الطقم الصيني. خدوا بالكم انا هشرح لكم بالتفصيل. لو انت عندك نيش زي كده هتجيبي له ايه، يعني لا تكتري ولا تقللي. ده نص طقم صيني حلو جدا، ما تجيبيش طقم كامل لو انت النيش بتاعك زي كده. هنا العروسه كانت جايبه طقم فطار اسود وطقم عشاء صيني، فانا حطيت الاتنين مع بعض. بصراحة دمجت الاتنين مع بعض طلع حاجة يعني انا عجبني جدا. لو انتي برضو نفس النيش زي كده هتجيبي كل رف بياخد في حدود 4 اطقم كاسات. يعني عندك الخشاف هنا بنعتبره طقم كاسات، وحطينا هنا الرف ده عشان طقم الخشاف بيبقى اكبر شوية، حطينا هنا 3 اطقم كاسات، لا 4 كمان زي ما قلت. يعني كل رف هنحط 4 اطقم كاسات. الرف ده اغلبيته بحاجات سيلفر فضي، فانا دمجت معاهم حاجة ذهبي. هنا برضو حطينا اطقم كاسات، ده طقم كاسات سيلفر. وهنا دي قارورة، طقم كاسات قارورة بوهيمي. وحطينا كاسات على الجناب زي النبي. ده كده شكل النيش. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. ده طقم صيني نص، وبعد كده طقم فطار وطقم عشاء حطيناهم في نفس الرف. وبعد كده هيزيد رفين حطينا فيهم كل رف 4 اطقم كاسات. زي ما قلت لكم طقم الخشاف بنعتبره طقم. يا رب تكون فكرة الطقم الفطار مع طقم العشاء عجبتكم، هستنى رأيكم. هنا دي اوضه النوم، اللهم بارك. هنا دي التسريحة. هي العروسة بسم الله ما شاء الله كانت مكترة شوية في الميك اب، بتحب الميك اب. هنا الدولاب. زينا لها سرير كده بشريطين ستان، حاجة هادية وبسيطة. انا بصراحة بميل للحاجة الهادية ومش بحب الأفورة بصراحة على السرير، وخصوصا لو ورد مجفف مش بحبه خالص على السرير. هنشوف هنا الدولاب. هنا حطينا ملايات، رفين ملايات. لو تلاحظوا انا مصغرة التطبيقة جدا لان هو رف صغير، وعلى قد ما اقدر لان هي بسم الله ما شاء الله كانت جايبة كمية حلوة، فانا حاولت ان كل الاطقم تتحط. هنا دي رصة، يعني انا لو تلاحظوا هنا عاملة 4 رصات للاطقم الملايات، دول كلهم سادة، كل رصة مختلفة عن التانية. هنشوف الطرفة اللي بعدها. هنا حطينا فوط برضو بسم الله ما شاء الله، عشان الكمية كانت شوية كتير، فحاولت زي ما قلتلكوا على قد ما اقدر اصغر التطبيق او اضغط شوية. تحت هنا طبعا دي الهدوم البيتي الصيفي، تحتها الشتوي. اللي فوق دي شماعة كنا معلقين فيها الخروج، بس انتوا عارفين انا مش بصور الملابس الخاصة، فكنا حاطين الخروج الشتوي. هنا برضو دي هدوم صيفي تحت الهدوم الشتوي البيتي. هنا برضو حطينا فوط زي ما قلتلكوا. ضغطت شوية في التطبيقة
وده كان برضو اطقم ملايات تاني وحطينا فوط. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب من على العرايس بصراحة المحترمين جدا، الناس اللي حب العرايس لقلبي. بنوتة كده تحبها أول ما بتشوفها بصراحة. طبعا اتشرفت طبعا بمعرفتهم، ربنا يكتر أفراحهم يا رب، نتجمع في الخير دايما يا رب. ده كده خلصت معانا أوضة النوم. بصوا انا بصور لكم ساعات بالتفصيل كده، بحيث ان لو في عروسة حابة تشوف الديكور، حابة تشوف الالوان، حابة تشوف ايه الالوان تدخل مع بعض، فالتصوير بينفع في كده. انا 90% من شغلي مش بيتصور، في ناس مش بتحب ان انا اصور، عادي انا مش بتضايق، انا بس كل اللي بطلبه انه اخد بس صورة لرصة الملايات، رصة الفوط، فتلاقوا اغلب حاجة عندي كده. لكن لما عروسة بتسمح ان انا بصور لكم بالتفصيل، عشان لو بتحبوا تشوفوا الديكورات، الالوان جديدة، الحاجات دي بتنفع العرايس يعني. دي اوضة الاطفال، حطينا فيها دي هنا اول رف، هنا دي فوط. بعد كده دي ملايات اطفال منقوشة وسادة، تحت هنا وزينا طبعا جنبهم فوط اطفال. برضو هنا ملايات اطفال، ودي ملايات كبيرة بس منقوشة 3D. تحت برضو هنا ملايات اطفال وملايات بتاعت السرير كبير، لان طبعا الدولاب ما كفاش فكملنا هنا. يعني احنا مش زي ما قلت لكم قبل كده، لو الدولاب بتاع اوضه النوم ما قضاش فبنكمل في اوضه النوم. هنا اللهم بارك برضو ضغطت التطبيق او صغرتها على قد ما اقدر عشان يشيل معايا الدولاب، لانه هو كان مساحته صغيرة شوية. يا رب يكون شغلي واضح. هنا ده حطينا هنا الحافات، العروسة كان نفسها ان انا احط لها اللحافات بتاعتها، والبطاطين حطينا بطانية وبعد كده لحافين، كوفرتات اطفال، دفايات، وزيناهم طبعا بشرطان الستان والورد. هو المفروض ده رف شماعة بيتحط فيه هدوم، وفوق هنا دي فوط اطفال. ده شكل الضرفة. وطبعا سبت فوق رف العريس لان ما كانش برضو في مكان في اوضه النوم. هنا العروسة من بتحب الدباديب والحاجات دي. هنشوف المطبخ اخر جزء معانا في الفيديو، عايزوكوا تركزوا كده اللهم بارك. المطبخ هنا حاجة كده شيك جدا، بصراحة هيعجبكم. ده المطبخ زي ما قلت لكم ان انا فنشت الشقة كلها، مع اني برضو زي ما انتوا شايفين ان هي كمية، فالحمد لله كله برضو خلص في نفس اليوم. هنا دي الرخامة، حطينا الميكرويف، الاير فراير، طقم التوابل، يعني الحاجات اللي هي الاستعمال. يعني هتلاقوا اغلب الحاجات هنا دي استعمال. اطقم قهوة، فناجين قهوة، مجات، طقم الشوربة. يلا اللهم بارك. الرخامة كانت كبيرة فمساعدة ان احنا نحط الحاجة، وطبعا غير اللي اتشال، يعني في كمان حاجة تتشال. هنا دي اطقم توزيع وطقم سكاكين. دي الغسالة. كان هنا عاملين رفين فوق التلاجة، حطينا فيهم طقم الأركوبال. بصراحة الإضاءة مع انه الرفين ازاز ومعمول من بره الطرفة الباب بتاعهم ازاز، فبصراحة كان منظرها تحفة كده انت وداخل المطبخ. حطينا فيه طقم الصيني. هنا رصينا كوبايات، كوباية مية وكوباية شاي وكوباية عصير. دخلنا شوية ألوان مع السادة. هنا برضو حطينا كذا نوع وكذا شكل، بحيث ان
العروسة يعني مش بنحط نوع واحد في الرف، لا بنشكل. هنا برضو حطينا كوبايات بالدرق بتاعهم، وكوبايات عصير وكوبايات مية. هنا دي استكانات قهوة برضو زينا بيها. هنا حطينا برضو كوبايات بمقاسات مختلفة بأشكال مختلفة، مجات، كوبايات مية، عصير. هنا بقى جمعنا كل الأجهزة الكهربائية، المضرب، الهاند بلندر، الخلاط، جمعناهم في رف. هنا فوق طقم البايركس وطقم خشاف وبراد بايركس. زي ما قلتلكوا ضغطت شوية عشان تشيل معايا المطبخ، يشيل معايا. هنا طبعا كانت زي النيش، فاحنا حطينا فيها اطقم كاسات رصيناهم زي النيش كده. زي ما قلتلكم يا جماعة، ما تعملوش مطابخ سودا من جوه. يعني شايفين اللون الابيض بصراحة بينور الحاجة. ده طقم الليمين لونين، بصراحة كان لونه تحفة مع المطبخ من جوه لونه ابيض. انتوا عارفين الالوان بتساعد على يعني بتديكي مساحة وبتديكي اضاءة. ده طقم خشاف واطقم كاسات. فانا عشان كده بنصح العرايس، لو انت هتحبي تعملي مطبخ ابعدي عن الغوامق خالص. ممكن تعملي في الباب من بره، يعني الضرفة من بره، لكن من جوه لا، ابعدي، خليكي في الفواتح. يعني هنا المطبخ مدي على رمادي شوية. هنا حطينا كل الطاسات وحاجة وصواني الفرن. يعني الطاسات في رف وصواني الفرن تحت في رف. دي الحاجات اللي هي سيراميك، تيفال، جرانيت. هنا حطينا ده طقم حلل تيفال، وتحت هنا ده طقم حلل ستانلس. برضو طقم التيفال حطيناه، وحطينا من جوه طبعا زي ما قلت لكم خفيت الرخامه، فحطيت معاهم طقمين الكنك من جوه. ده طقم حلل برضو جرانيت، حطيناه كله في رف واحد. انا مش متعوده ان انا احط الطاسات والصواني مع الطقم بصراحه، بس عشان برضو مساحه زي ما قلت لكم المطبخ يشيل، فانا لميته وضغطت الدنيا. اللي تحت ده برضو طقم حلل، بس الغطا بتاعه بيبقى مختلف شويه، ممكن تستخدميه كصينيه او طاسه. كان فكرته بصراحه عجباني. هنا حطينا ده طقم جاتوه، يبقى قريب من ايديها برضو عشان لو حبت تقدم. وفوق برضو حطينا كوبايات. طبعا المكرر بنرفعه فوق علشان المكرر، لكن تحت بنخلي اكتر حاجة استعمالي. هنا كان ده طعم سمك، وبرضو اطباق تقديم جاتو. هنا صواني البايركس والطواجن البايركس برضو جمعتهم لها، وطعم خشاف وبولات الازاز جمعت، يعني هنا جمعت لها كله في رف واحد. هستنى رأيكم اكيد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في فيديوهاتي. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. ما تنسونيش. هنا جمعنا كل بلاستيك، ويا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تدعموني، تشتركوا في القناة لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب، او تشتركوا تابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم ام احمد المصري فرش والعرس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.